سوزان مبارك، باعتبار حضرتك الراعية الأولى للجمعيات الخيرية في مصر، رأي حضرتك في العمل التطوعي من خلال المؤسسات الخاصة؟ طبعا عارفين ان دور المؤسسات الخاصة والجمعيات انها بتقدم خدمتين. اولا بتقدم خدمة اجتماعية سواء صحية او ثقافية او تعليمية، وثانيا بتساند الدولة والحكومة في مد هذه الخدمات لفئات مختلفة من الشعب. احنا لو نبص مثلا لدول اكبر دولة في العالم هي الولايات المتحدة، ونبص في كل ولاية عندها بنلاقي ان كل المؤسسات الضخمة، المتاحف، المستشفيات، المكتبات، كلها اتبنت بالمجهودات الذاتية وبالجمعيات الأهلية. فدي حقيقة طبعا شيء احنا في مصر بنفتخر ان ده مش شيء جديد علينا، وان الشعب المصري انا دايما بقول طول عمره معطاء، ما بيتخلش ابدا، يعني مجرد ما بيحس ان مجهوداته او ماله رايحة في المكان السليم فبيدي وبيساند كل هذه الجمعيات. يتم الإنتاج بنشاط جمعية الرعاية المتكاملة على مدى السنوات الماضية ليشمل العديد من الأنشطة. ما هي الخطة المستقبلية للجمعية بعد ذلك؟ والله الخطة بتيجي يعني سنة بسنة حسب الاحتياجات. يعني احنا زي ما اسم الجمعية بيقول دي جمعية الرعاية المتكاملة. فاحنا العام يعني الماضي حقيقة ركزنا قوي على المكتبات العامة والمكتبات المدرسية. دلوقتي في خطة ان احنا نركز اكتر على الخدمات الصحية وحسب بقى الاحتياجات. يعني نقعد مع المحافظ بنشوف طب المجتمع ده ناقصه ايه، طب الحي ده محتاج ايه، بنحط خطة مع المحافظة وبنحاول ان احنا نؤدي هذه الخدمات المتكاملة للطفل والأم. نفهم مهرجان القراءة للجميع بعد ما انتهى، من خلال المكتبة الجديدة اللي حضرتك بتفتتحيها في كرموز للابتدائي والثانوي، الفكرة ايه والتطبيق هيكون ازاي؟ وحقيقة انا بحب اطمن اولادنا اللي هم يعني قلقانين وبعتوا لي رسائل كتيرة جدا بيقولوا طيب بعد مهرجان القراءة للجميع هل معقولة نقفل المكتبات وما نلاقيش الكتاب؟ فانا بقول لهم لا، اطمئنوا، كل مكتبة اتفتحت خلال المهرجان سواء كانت مكتبة مدرسية او مكتبة عامة ما زالت قائمة وما زالت مفتوحة ابوابها وما زال فيها الكتب والخدمة زي ما هي. بنحب اطمنهم اكتر يعني ان احنا ماشيين برضو في دراسة كيفية توسيع هذا المهرجان، لان لما حللنا عملنا دراسة حقيقة بعد ما انتهى المهرجان ان هو المهرجان كان مهرجان صيفي، احنا قلنا بنبدأ في العطلة الصيفية. فقيمنا بقى التجربة ولقينا طبعا على قد ما كانت ناجحه جدا، وانا بشكر الاطفال نفسهم انهم حصل هجوم علينا وعلى المكتبات. ده شيء جميل يفرح، يعني بنحس او ان في قابليه على القراءه وبنحس ان في توعيه من اولياء الامور انهم عايزين يشجعوا اولادهم على القراءه. فانا بوعدهم ان احنا دلوقتي بنقيم التجربه، ومن خلال التقييم حسينا ان في بعض الاماكن كان فيها نقص، بعض الاماكن الكتاب ما وصلش للطفل، بعض القرى، بعض المحافظات. فاحنا بنوعدهم ان احنا بنجهز دلوقتي نفسنا للصيف القادم ان شاء الله عشان يوصل الكتاب فعلا لكل طفل مصري من خلال مهرجان ايضا تاني للقراءة للجميع. السيدة سوزان مبارك، بمناسبة وجود حضرتك وافتتاحك لمشروعات جمعية الرعاية المتكاملة، نحب حضرتك في النهاية توجهي كلمة لشعب الإسكندرية بهذه المناسبة. والله اولا احب اقول ان كل المعروضات النهارده في عدد ما اعرفش بالظبط كام، عدد كبير جدا من الشركات العارضه انتاجها، واغلبيتها طبعا شركات في اسكندريه، ملابس، اساس، تلفزيونات، ثلاجات، ملابس اطفال، ملابس رجالي، اقمشه، كل شيء حاجه مفخره حقيقه. فانا بقول ان شعار صنع لمصر فعلا تحقق، ان الواحد انا طبعا بالنسبه لي فرصه جميله قوي عشان ما بنزلش السوق، ما بعرفش ايه في السوق، انا عشان امر على معرض بالجمال ده واتفقد واشوف حقيقه قد ايه الصناعه المصريه بتتقدم وفي منافسه شريفه، يعني كل سنه بيضيفوا جديد. فدي حاجه حقيقه بهني طبعا يعني اهل اسكندريه على المجهود الكبير اللي بيقوموا بيه في الصناعه المصريه، وبأهمني برضو شعب اسكندريه. دايما بقول برضو هو دايما سباق ودايما ما بيبخلش ابدا بعمل الخير، ودي حقيقه ظاهره دايما بحس بيها لما باجي اسكندريه. وكل سنه وانتم طيبين. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي جولة السيدة سوزان مبارك، والتي افتتحت من خلالها معرض جمعية الرعاية المتكاملة لصالح مشروع تنموي في كرموز.